السلام عليكم احبتي، كيدايرين؟ هاني لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم معكم رز بطريقه مختلفه، غادي نرافقوا بالكوتليت. نتمنى الوصفه تعجبكم وتابعوا الفيديو حتى الاخر ونديروا المقادير وطريقه التحضير. خديت هنا واحد المقيله، درت فيها داك الكوتليت، من بعد تنخوي عليه واحد الشويه تاع الزيت صافي، ومن بعد تنجي ليه واحد الشويه تاع الملح ودنخليها تشحر. ملي تشحر تنقلبوه طبعا وتندردروا عليه ثلاثه تاع الملحه. ملي تشحر الكوتليت نتاعنا غادي نديروا ليه واحد الشويه تاع الكمون وشويه تاع التحميره. صافي دابا من بعد ما طاب غادي نحيدوه وغادي نخليو ديك الزويته غادي نطيبوا فيها داك خيزو اللي قطعناه شرائح طويله، وغادي نضيفوا ليه واحد الشويه تاع الزبيب. صافي تنخلطوا هادشي مزيان تتشحر. المهم انا خزيت مقيله درت فيها زويته، شديت البصله قطعتها قطع صغيره، درت 3 الورقات نتاع سيدنا موسى، الثومه تاعي ما نساوهاش. بالنسبه للتوابل تنديرو سكينجبير الخرقوم والبصل، من بعد تنزيدو واحد جوج نتاع مصاص نتاع الحك، تنديرو داك الرز نتاعنا، تنديرو واحد الكاس نتاع الماء صافي تنسدو عليه طيب. صافي من بعد ما تطيب الرز هو حطيتو، تندير فوق داك خيزو اللي كدينا، غادي نزينوه بحال شويه نتاع القزبر والمعدنوس، وغادي نحطو داك الكوتليت من الفوق هكا. صافي الوصفه ديالنا واجده، نتمنى تجربوا الوصفه وتنجح معكم، وما تنسونيش من لايك والاشتراك، وشكرا.